اهلا بكم يا اصدقائي مع تطبيق جديد اتش دي بانك. تطبيق محمله مليون مستخدم. قبل ما اقولك التطبيق ده بيعمل ايه، خليني اقولك انك لو حملته هتاخد بنك متكامل، دفع فواتير تحويلات وقروض وانت في مكانك. سرعة الدفع بالكيو ار كود، حرفيا اسرع وسيلة دفع في فيتنام حاليا. توفير ذكي، عروض وكاش باك مع كل عملية شراء. امان عالي، نظام توثيق بيخلي اختراق حسابك شبه مستحيل. خدمات لايف ستايل، حجز طيران وفنادق وسينما من جوه تطبيق البنك. وخليك معايا لاخر الفيديو عشان هقولك الخلاصة، اهم 5 عيوب خفية ممكن تخليك تمسحه، واهم 5 نصايح ذهبية عشان ما تقعش في فخ العمولات. عارف ان اول صراف آلي ATM في التاريخ ظهر في لندن 1967؟ بس المعلومة اللي قليلين يعرفوها ان فكرة البنوك الرقمية بدأت فعليا كأحلام في التسعينات. عشان تخلصنا من طوابير الشبابيك، النهاردة احنا قدام عملاق فيتنامي اسمه اتش دي بانك. تطبيق بيحاول يسيطر على يومك كله، مش بس على فلوسك. ايه هو التطبيق ده بالظبط؟ ده تطبيق الرسمي لبنك اتش دي شاين ماين سيتي ديفولوبمنت بانك. وظيفته الحقيقية انه السوبر اب مالي بيحل مشكلة التعامل بالكاش المزعجة في فيتنام، وبيخليك تدير كل مليم من موبايلك. اللي بيميزه ان هو اندماجه مع خدمات الفين باي. يعني هتلاقي فيه كل حاجة من اول دفع الكهرباء لحد حجز تذاكر القطر. طيب مناسب لمين؟ مناسب جدا لأي حد عايش في فيتنام أو بيتعامل تجاريا هناك. للمبتدئين سهل جدا، وللمحترفين اللي بيحبوا يراقبوا استثماراتهم وقروضهم لحظة بلحظة. مش مناسب طبعا لو انت برا فيتنام ومعندكش حساب بنكي هناك أو رقم تليفون فيتنامي. رحلة الاستخدام من البداية، أول ما تحمله لازم تفعل خاصية التوثيق الرقمي ببطاقة الهوية الفيتنامية. أول خطوة، فعل سوفت اوتوبي عشان ما تستناش رسالة الاس ام اس اللي ممكن تتأخر. تاني خطوة، ادخل على السيتنج وفعل الدخول بالبصمة عشان السرعة. الأقسام بقى في هوم، ده فيه الخلاصة، وقسم ترانسفير للتحويلات السريعة، وقسم يونيتيليتي اللي فيه كل الخدمات الحياتية. المميزات الحقيقية بعيدة عن الكلام التسويقي بقى، أقوى ميزة هي الدفع بالكيو ار باي في فيتنام. دي حياة بتدفع فيها في السوبر ماركت وفي التاكسي وفي المطعم بلمسة. كمان ميزة السيفنج جوه التطبيق بتديك فوايد أعلى لو رحت الفرع بنفسك، أعلى من لو رحت الفرع بنفسك. طيب العيوب والمشاكل الفعلية، بصراحة الواجهة زحمة جدا، بتحس انك تايه من كتر الألوان والأيقونات اللي في التطبيق. كمان التطبيق بيتقل جدا وقت التحديثات الشهرية، واحيانا بيعمل ساينج اوت لوحده ويطلب منك تدخل بياناتك من جديد، وده قمة الاحباط لو انت مستعجل او عندك حاجة عايز تدفعها. تريكات وحركات بقى، في ميزة اسمها لاكي درو او السحوبات اللي بتظهر احيانا في قسم العروض. ناس كتير بتطنشها، بس بتديك فاوتشر حقيقية بتتخصم من فواتير الكهرباء والموبايل. وفي تريك انك تقدر تجدد القروض بضغطة زرار من غير ما تمضي ورقة واحدة في البنك. حاجات لازم تنتبه ليها، التطبيق ده بيطلب صلاحيات كتيرة زي الموقع والكاميرا. خلي بالك ان استهلاك البطارية عالي شوية بسبب الاشعارات الكتير اللي بيبعتها لك للعروض. كهرباء، مية، غاز، سينما، سفر، كل الحاجات دي بتاكل بطارية. والاهم اتأكد انك قافل الدفع التلقائي لبعض الفواتير لو مش متابعها عشان ما تتفاجئش بخصومات. الفخاخ والحيل التسويقية، الفخ هنا هو سهولة الصرف. تطبيق بيحط ليك عروض الفنادق والطيران قدام عينيك طول الوقت عشان يغريك تصرف من رصيدك. كمان بعض الاشتراكات في خدمات الطرف الثالث ممكن تتفعل وانت مش واخد بالك لو دوست كونفيرم بسرعة. سوء الاستخدام والاحتيال، ممكن حد يستغلك لو سبت الموبايل مفتوح، لان الكيو ار كود بتاعك هو محفظتك. لازم تحذر من اي حد يطلب منك سكرين شوت لرمز الاوتو بي او الكيو ار كود بتاع الدفع، لان ده معناه انه يسحب من حسابك مباشرة. المقارنة مع المنافسين، لو قارناه ب فيتو فيتو كومب بانك، احدث واشيك وفي خدمات ترفيهيه. بنك الاتش دي احدث واشيك وفي خدمات ترفيهيه اكتر. لكن لو قارناه بميمو المحفظه الشهيره، ف اتش دي بانك اقوى كبنك حقيقي بيقدم قروض رسميه وتسهيلات ائتمانيه. طيب الخلاصه بقى عشان موجعش دماغك، اهم 5 عيوب: زحمه الواجهه، السيستم وقت التحديث ممكن يعلق،
استهلاك البطارية العالي جدا بسبب الإشعارات، صعوبة التعامل للي مش معاه اللغة، والخروج المفاجئ للحساب برضو أثناء التحديثات الشهرية. 5 نصايح: فعل الفينجر برينت فورا، راجع كشف الحساب الأسبوعي من جوه التطبيق، استخدم QR كود في الدفع عشان الكاش باك، اوعى تفتح التطبيق وانت على الواي فاي كافيه، لو الموبايل ضاع اول حاجة تعملها اتصل بالبنك ووقف الخدمات الالكترونية. اخطر تعليق في المتجر: التطبيق بيعمل بشكل جيد لكنه يتعطل احيانا اثناء تأكيد الدفع، يرجى اصلاح مشكلة التأخير. التقييم النهائي يستحق وقتك طبعا لانه بنك في جيبك، بس محتاج طولة بال على التقل اللي بيحصله ساعات كل شهر. لو كنت تعرف التطبيق وعرفت من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق يسيبلك في الديسكريبشن. لو عندك اي معلومة ايجابية او سلبية عن التطبيق اكتبها لي في الكومنتات وانا هثبت تعليقك. سلام.